ريال مدريد بيخسر النهارده وبيفرح كل مشجعين برشلونة وكل مشجعين الفرق اللي ما بتقش ريال مدريد. بس بخلاف الخسارة، هو ده انتصار لقيمة إن الكورة فيها تكتيك، إن الكورة فيها تجانس، إن الكورة ليها معطيات. ريال مدريد مش راضي يمشي بيها. اللي كان بيمشي مع أنشيلوتي مش هيمشي تاني، ولو كان نفع مع أنشيلوتي أنت ما كنتش مشيته. يعني أنت مشيت أنشيلوتي عشان الدوري الاسباني دوري ضعيف، فهو عارف يتعامل فيه لغايه ما جه وبرشلونه في مشاكل كبيره وهي دي المنافس الوحيد، لغايه ما جه هانز فليك اللي رغم كل المدارس ده اما حط تكنيك مع شويه شباب صغيرين قدر ان هو ياكلك. ماشي. انشيلوتي ما كانش هيمشي لو كان خسر الدوري عادي، انما انت لعبت هانز فليك 4 ماتشات خسرت باربع نتائج كبيره، فكان طبيعي انك تمشي. جبت تشابي الونزو، بس كعقليه ريال مدريد ما بتتحملش ان هي تبني نظام، ما بتتحملش ان يتقال له لا معلش مش هيبقى عندي في كل مركز نجم، انا عايز اعمل فريق متجانس. لا ما ينفعش، فينيسيوس لازم يلعب، ومبابي لازم يلعب، وبلينجهام لازم يلعب، وبوليفيردي لازم يلعب. طب ازاي؟ طب انت عايز تلعب ايه؟ ما حدش يقدر يقول ريال مدريد عايز يلعب ايه. يعني اوكي احنا عايزين نلعب بفينيسيوس ورودريجو ومبابي، خلاص كده احنا هنلعب بلعيبه من غير مهاجم صريح بدون استحواذ. دي لعيب ايه بقى، هتبقى ضغط عالي. هنرجع لشغل ليفربول، يبقى الثلاثه نص ملعب اللي تحتهم هم هيبقوا لعيبه بتعمل مجهود كبير قوي، لان اللعيبه دي برضو المهاجمين ما بتهاجم ما بتدافعش كويس، فنص الملعب هو اللي هيشيل الشيله كلها. فهنلعب بنص ملعب فواليه. وعادي على فكره في ريال مدريد يعني في تشاوميني وكامافينجا وبوليفيردي يقدروا يعملوا ده نص ملعب فواليه قوي زي ايام هاندرسون وميلنر وفينالدوم، هي او هاندرسون وفابينيو وفينالدوم، كانت هي. لا ما هو احنا لازم نلعب بلينجهام، ما ينفعش ما يلعبش. طب تمام بلينجهام يلعب 8 عادي ويبقى فواعلي ويجري الملعب لا ما انا مش هجري. ليه؟ لا ما انا عايز اجيب اجوان، انا كنت هداف الفريق من موسمين. اه لا خلاص بقى عنها. ما هو نشوف كل نجم منهم عايز يعمل ايه ونلعبها على مزاجه. طب خلاص لا ده انا عندي شاب جديد لطيف جدا هيقدر يلعب مهاجم 9 ونلعب بناحية شمال بابي ونلعب بأردا جولر جناح يمين. لا معلش، وخلاص بلينجهام هيلعب 10 ويساهم معاه وكل الكلام ده، وجونزالو يلعب مهاجم وبتاع. لا 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 معلش، ايه فينيسيوس لازم يلعب. طب ما انت اللي جايب فينيسيوس ومبابي مع بعض. لا ما احنا هنلعب بمبابي مهاجم، ما هو مبابي مهاجم يبقى مش عارف يبقى بلينجهام هيضطر يرجع يدافع. لا ما هو معلش، العب زي انشيلوتي كان بيلعب بفينيسيوس ومبابي مع بعض. طب ما تروح هات. هي دي معضله ريال مدريد. طيب انت جبت ارنولد، حلو قوي. ارنولد ده لازم يبقى فيه لاعب في نص الملعب بيدافع وراه ولاعب نص الملعب، وبالتالي انت هتقلل نص الملعب، فكده ما ينفعش العب ب 10 لاعب مركز 10 في وجود ارنولد، لازم الاثنين يبقوا ستتين او 6 و8. لا ما هو بلينجهام مش هيرجع يدافع برضه. لا ده واخيني يا لمونه اللي احنا فيها دي ما فيش يا جماعه، وما فيش مدرب في الدنيا يقدر يحل المعضله دي ومش هيفوز يعني. عادي برشلونه خسر ماتشين وهيخسر الثالث والرابع، وعادي ريال مدريد هيخسر اكتر منه. برشلونه بيخسر مفهومه. ليه؟ مفيش سكواد، مفيش لاعبين على الدكه، فمجرد اللعيبه بتيجي في الوقت ده، ونفس السنه اللي فاتت والفرق وصل 8 نقط لريال مدريد ورجع برشلونه خدت الدوري تاني. وهيخرج على فكره في الشامبيون تاني واربلو هيقال في نهايه الموسم عادي جدا. وضحك الضحك لو فعلا رايح يجيب اوناي امري عشان هيكلوا بعد شهرين، ده مش هيكمل الشهرين، ده تشافي الونسو هيحقق مده اكتر منه. فبس. وعلى رأي يورجن كلوب ما قال لك انت خدت نجم المدربين في الدوري الالماني واقلته وطلعت تصريحات فضيحه. فالبيئه في ريال مدريد ريد قالها كده بالانجلش توكسيك، بيئه سامه، ما فيش مدرب يقدر يتعامل معاها، ما فيش مدرب عايز يحقق افكار يقدر يتعامل معاها. في مدرب يعرف يسيس بقى ويدادي يجي يمشي شويه، بس هتعرف تعمل ده في غياب هانز فليك. يعني اربلو هينجح مش بنجومه لو هانز فليك مشي في برشلونه، لانه هيعرف ياخد الدوري والشامبيون بقى ايه، اللعيبه وغزلتها عايزه تدوس على نفسها وتدافع وتهاجم وبتثبت نفسها زي ما فينيسيوس في الماتش اللي فات. تمام. مش عايزه لا برضه براحتك، انما هي ولا تخطيط ولا تكنيك ولا اي حاجه. ما فيش يا جماعه، هو وهي غلطه ريال مدريد اللي بيعملها من زمان، عملها في 2002 بجيل الجلاكسيس وما نجحش ريال مدريد غير ما فكك الجيل ده. يعني عايز تنجح ريال مدريد، روشيتا سهله، مدرب قوي واثنين ثلاثه من الفريق ده، اللعيبه دي لازم تمشي. يعني لازم واحد من امبابي وفينيسيوس بس اللي يقعد. اختار واحد من من وبلينجهام لو مش هيلعب 8 يمشي. ابدا بقى ابزر.
وهكذا. انما شله التجميع انا هجمع افشخ باك يمين ارنولد، وهجمع وهروح اجيب بلينجهام واجيب فيتينيا واجيب هالاند وعبي، هتخسر بقى.